معلومات ممكن تكون ما تعرفهاش عن المتحف المصري الجديد. التصميم والخطوط بتاعه المتحف نفسه معموله ان هي تبقى باصه وبتوجهك ناحيه الاهرامات، وانت جوه بقى هيبقى فيه فيو كبير جدا من الشبابيك بص على الاهرامات. ده غير ان واجهه المتحف كلها معموله من مثلثات، متاخد منها مثلثات، وده شكل هندسي مصري قديم كانوا بيستخدموه زمان، بيعبر طبعا عن فكره برضو الاهرامات. وده ياخدنا بقى ان في حته كده في الواجهه هتحسوها مفقوده او نسيوا يركبوها، والفتحه دي معموله بنفس الفكره بتاعه ابو سمبل اللي هي الشمس بتخبط في وش التمثال يوم عيد ميلاده ويوم ما مسك المنصب، اللي ناس كتير اصلا اعتبروها اعجاز. اتعملت تاني في المتحف الجديد. المتحف كمان مصنف اكبر متحف اثري في العالم كله لحضاره واحده، وبيقولوا ان تحت المتحف بقى فيه اوض مستخبيه بيشتغل فيها العلماء بتوع ترميم الاثار، يعني من فوق مكان للعرض ومن تحت مكان لتصليح وترميم الاثار. وعلى قد ما المتحف فيه قطع قديمه جدا الا ان هو عامل تاتش مستقبلي كده، تقدر تاخد تورز وتتفرج على حاجات كامله بتكنولوجيا الفي ار والاي ار، ودول طبعا الفكره منهم ان هم بيحسسوك ان انت عايش وسط الحقبه الزمنيه اللي انت بتتفرج عليها بجد. والغريب بقى ان انا كل شويه بكتشف حاجات جديده ومبهره عن المتحف ما كنتش اعرفها، فلو تعرفوا بقى اي معلومات مبهره اضافيه يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتس.